مرحبا أصدقائي. بيتكوين وضع خطير جدا، لازم تعرف اتجاه البيتكوين حتى تعرف تتداول. أخبار مهمة عم تطلع خلال الساعات الماضية لازم تأثر بشكل كبير على سوق وسعر البيتكوين وسوق العملات المشفرة. طبعا أخبار رائعة جدا أدت إلى ارتفاع البيتكوين، لكن كمان في عندنا نقط سلبية لازم انتبه منها خلال الساعات القادمة. طبعا معكم عبد الله شحاده من قناه مستر كريبتو. قبل ما نبلش فيديو بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناه، تفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقميه. ولا تنسى انضم لقناتنا على التليجرام، الرابط موجود اسفل الفيديو والرابط موجود في بانر القناه. خليكم معنا لنهايه الفيديو تعرفوا اخبار سوق الكريبتو. طبعا اصدقائي، بعض الاخبار اللي ساعدت بارتفاع البيتكوين بالامس الى مناطق ال30300 هي احد التصريحات المهمه لجيروم باول رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي، اللي تكلم وقال انه ممكن يتوقفوا عن رفع سعر الفائدة خلال عام 2023. يعني ممكن خلال جلسات الفائدة او جلسات رفع الفائدة القادمة بدها تصادر البنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ما يتم رفع سعر الفائدة. هاي الاخبار اللي ساهمت برفع سعر الذهب وسعر البيتكوين، وعمل دمب كبير بالامس مؤشر قوة الدولار او بما يعرف بالدي اكس واي. طبعا اصدقائي، اليوم كمان صدر خبر تاني مهم جدا، هي من شركة ريبل لاب او من شركه عمله الاكس ار بي. طبعا اصدقائي، بالامس اسقطت هيئه الاوراق الماليه والبورصات الامريكيه دعوتها القضائيه ضد عمله الاكس ار بي ومؤسس عمله الاكس ار بي براد جينجرهاوس وكريس لارسون. طبعا اصدقائي، اليوم صدر قرار نهائي من المحكمه على اسقاط التهمه المرفوعه على عمله اكس ار بي وشركه ريبل، ورئيسها التنفيذي براد جينجرهاوس قال انه تم انتهاء من قضية الاكس ار بي. هذا الشيء سبب ارتفاع بسعر الاكس ار بي وارتفاع لسوق الكريبتو. هاي اول خسارة لهيئة الاوراق المالية والبورصات، هي اللي عم بتقاضي سوق الكريبتو وعم تتحكم بسوق الكريبتو بشكل كبير. وطبعا هيئة الاوراق المالية والبورصات عم تهاجم من فترة طويلة سوق العملات المشفرة، وسببت انخفاض البيتكوين العديد من المرات. وهاي المرة طبعا كانت سبب ارتفاع سوق العملات المشفرة بعد خسارة قوية جدا، خسارة لأهم القضايا في سوق العملات المشفرة اللي بتحدد ما هو العملات السكيورتي والعملات الكوميونتي. هذا كمان الخبر اللي يساعد بارتفاع البيتكوين. لكن النقطة السلبية هو عدم كسر الترند الصاعد اللي رسمناه بالسابق. طبعا تقريبا اكثر من 4 مرات عم نفشل بالاختراق والاقفال شمعة 4 ساعات اعلى هاي المقاومة. هذا الشيء اصدقائي اللي حاليا سبب عندي على فريم 4 ساعات شمعة عكس اتجاه. حاليا بتكون مناطق 29500 بعد تقلص شمعة الارتفاع اللي اخترقنا منطقة 30300، ونزلنا مرة تانية لمناطق 29800 وأقفلنا أسفل الترند الصاعد. حاليا عم نداوم عند منطقة 29600، وهي عندي كمان شمعة عكس اتجاه ممكن تسبب انخفاض إلى أسفل الترند عند مناطق 28000 دولار. إذا ما تم إقفال شمعة 4 ساعات أعلى مناطق 30200، فممكن نستبعد وجود صعود تكمل إلى مناطق 32000 دولار. أصدقائي، ممكن وصلنا هاي فيديو من الفيديو كود. لو عجبك لا تنسى تشترك بالقناة، تفعل زر الجرس وتضغط لايك حتى يوصلك الجديد في عالم الرقمي. مع السلامة، دمتم بخير.